السلام عليكم ورحمة الله. الأهلي ينهي مسابقة الدوري بالتعادل السلبي مع النصر البورسعيدي في مباراة غياب النجوم الكبار. رامي ربيعة يفوز برجل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بعد تقديمه أداء مميز في المباراة. الجهاز الفني يبدي إعجابه من المستوى الذي ظهر عليه المدافع الشاب معتز محمد قبل خروجه مصابا من مباراة الأمس. الزمالك يطلب شراء مصطفى العش من غزل المحلة وناصر ماهر من سموحة. الأهلي يتفق مع رضا سليم للحصول على 600 ألف دولار في الموسم بعد ضمه من الجيش الملكي. رابطة الأندية تؤكد أن الزمالك سيتمكن من المشاركة في كأس السوبر في حال فوزه بكأس مصر، ويؤكد أن انسحابه في الموسم الماضي لم يؤثر عليه في هذه البطولة. قنوات SSC السعودية تعلن تعاقدها مع رؤوف خليفة المعلق التونسي الشهير بعد رحيله عن قنوات بين سبورت القطرية. مستوى أحمد القندوسي منذ انضمامه للأهلي يؤكد أن القلعة الحمراء تعجلت في التعاقد مع اللاعب الجزائري. مستوى طاهر محمد طاهر خلال الفترة الأخيرة وخصوصا بعد عودته من الإصابة يؤكد أن اللاعب لابد أن يخرج للإعارة لاستعادة مستواه. لاعبي الأهلي الكبار ينتظمون في التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر. محمود حمادة لاعب فاركو شرف لأي لاعب أن يرتبط اسمه بالقطبين. أبحث عن النادي الذي يحتاجني بشكل أكبر وأحصل على الفرصة بين صفوفه. الأهلي يدرس التراجع عن بند تفعيل شراء خالد عبد الفتاح نهائيا من سموحة بسبب عدم اقتناع كولر باللاعب، ومصدر يؤكد أن هشام صلاح ظهير الاتحاد السكندري قد يكون بديله. الأهلي يستعجل كولر ويطلب قراره النهائي في عودة كريم نيدفيد ومحمد شكري للفريق مجددا من عدمه حتى يحسم أمر الثنائي. محمد فخري يثبت أنه لا يستحق تيشيرت الأهلي بعد الفشل الذريع في استغلال كل الفرص التي حصل عليها مع الفريق في المباريات الأخيرة. علي ماهر يتفق مع المصري البورسعيدي على قيادة الفريق في الموسم الجديد بعد رحيله عن فيوتشر. الزمالك يحاول ضم باهر المحمدي إلى صفوفه بعد استقرار اللاعب على الرحيل من الإسماعيلي، ومسؤولي الإسماعيلي يشترطون في الحصول على 30 مليون جنيه للتفريط في اللاعب. زياد طارق ينتظر مصيره مع الأهلي بعد انتهاء إعارته لسموحة. بعض الأهلاوية يطالبون على السوشيال ميديا بالاعتماد على خالد عبد الفتاح في مركز قلب الدفاع فقط، وعدم الدفع به في الجبهة اليمنى حال بقائه في الفريق الموسم المقبل، وذلك بسبب ظهوره بمستوى جيد في الدفاع عكس مستوى في الجبهة اليمنى. تقارير صحفية الأهلي قد يقتحم سباق كبار الدوري المصري للتعاقد مع مصطفى العش لاعب غزل المحلة بسبب رغبة كولر في ضم مدافع جديد. اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الأهلي والداخلية في دور 16 من كأس مصر إلى ملعب الكلية الحربية وإقامتها الأحد المقبل في الساعة 7 مساء بدلا من 8. طارق العشري يفاجئ عمار حمدي ومحمد محمود ثنائي الاتحاد السكندري المعار من الأهلي ويطلب فسخ إعارتهم لعدم الحاجة لخدماتهم في الموسم الجديد. مقربين من حسين الشحات يؤكدون أن اللاعب تواصل مجددا مع محمد الشيبي هاتفيا وقرر اعتذاره له مرة أخرى. مارسيل كولر هناك اتفاق بيني وبين اللاعبين أن نعود إلى النادي سويا إذا لم نحقق الفوز بأي مباراة للإصلاح على الأخطاء، وهذا ما حدث بعد مباراة بيراميدز، وهذا اتفاق بيني وبين اللاعبين من بداية الموسم وليس عقاب. إجبار اتحاد الكرة على إعارة 7 لاعبين فقط في الموسم الجديد يجبر الأهلي على التفريط في العديد من اللاعبين مجانا بسبب وجود أكثر من 20 لاعب معار لأندية الدوري من الموسم الماضي. الأهلي يقرر تعديل لائحة الفريق في الموسم الجديد وتغليظ العقوبات حتى يفرض المزيد من الانضباط على جميع أفراد الفريق.